قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اداء رجولي من لعيبه رجاله في المجمل. اداء رجولي من لعيبه رجاله. لعيبه ما بيخلطش زي ما قلت قبل المباراه بنقطه عرق ولا بنقطه مجهود ولا اي حاجه. نتيجه لا تعبر عن سير اللعب خالص. 4-1 نتيجه لا تعبر عن سير اللعب خالص خالص. ولكن بس انا طالع، انا ما كنتش عايز اعمل فيديو عشان الواحد برده زعلان. يعني الاهلي في كلتا الحالات لو بيلعب منتخب العالم مش عايزه يتغلب. بس انا طالع بس عشان اتكلم. الناس اللي بعتبرها، اللي عايز يزعل بقى يزعل من صحابي، اللي مش عايز، اللي عايز ياخدها عليه ياخدها عليه. هو انتوا جايبين في الهدف الاولاني بتاع متولي، انتوا بتتكلموا على ديانج ليه؟ هو انتوا لعبتوا كوره قبل كده يا جماعه، ولا انتوا لعبتوا كوره بلاستيك قبل كده؟ انتوا اكيد لعبتوا كوره بلاستيك، ما لعبتوش كوره في ملعب ابدا. هو انتوا جايبين اليوم على ديانج ليه؟ الراجل مدي ظهره للخصم ووشه لجونه، والراجل مرجع له الكره سريعه وعلى الهوا. انت عايزه يعمل ايه؟ انت عايزه المفروض ديانج يعمل ايه؟ ما هو لعبها عدله ومستريحه لما محمود متولي هو اللي ما توقعهاش، هو اللي مش صاحي، وهو اللي عايز يريحها برجله فلتت منه بدل ما يشيل على طول. يعني عايزه يعمل ايه؟ مدي ظهره. ومين بقى اللي جاي الخصم ده؟ الخصم ده ريال مدريد، لياقه وسرعه بديهه وكل حاجه. عايزه يثبت يعني. انتوا الناس اللي ماسكالي في التعليقات، ديانج ديانج كان وحش طول المباراه، ولكن مش هو السبب في الهدف الاولاني. هو محمود متولي خرا. هعتبر كل الناس ما لعبتش كوره اللي بتتكلم وبتقول ان ديانج السبب في الجون ده. ديانج السبب في ايه؟ الراجل مدي ظهره للجون، المفروض ان انا اعمل فيها ايه يعني؟ اشقلبها يا جدع على دماغي؟ انتوا بتهرجوا ولا اخد بقى على صدري والف واعمل ازاي يعني؟ لا طبعا ديانج زي الخرا. لكن مجمل اللعيبه كلها كويسه جدا. كولر هو اللي وصل المباراه كده من بدايه التشكيل. كان المفروض ينزل بثلاثه. يعني انت نزلت قدام اوكلاند سيتي بثلاثه ديفندرات، جاي قدام ريال مدريد نازل لي بمحمد مجدي قفشه صانع لعب. الله ينعل ابو القاضيه على اللي عمل القاضيه. جاي نازل لي محمد مجدي قفشه صانع لعب. هو ده اللعب المحلي بتاعه الحنكشه ده هينفع مع دول؟ ما كنت تنزل بحمدي فتحي وثلاثه كده، كنت تسد في خط النص في الاول. المباراه كانت ماشيه حلوه جدا في الشوط الاولاني لحد خطا محمود متولي. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والجول الهدف الثاني لا جاي. بصوا يا جماعه المجمل، مش في ناس بتقول لك ايه اصل ده مستوانا وده مستواهم. لا هي مش كده، هي مش كده. لا قول ان الاهلي لاعب ماتشين قبليه وهو جاي اول ماتش. يعني الاهلي لاعب ماتشين قبليه، لاعب دور تمهيدي مع اوكلاند سيتي، وبعد كده ماتش كامل 90 دقيقه، وبعد كده لعب ماتش ماراثون قوي جدا مع سياتل، وبعد كده يومين ثلاثه وبيلاعب الريال مدريد. فطبيعي اللعيبه تبقى لياقتها كده غصب عنهم طبعا. برافو اللعيبه كلها من الشناوي، من خط الظهر. زائد كمان حاجه بقى، كولر اخطا كمان في تغيير الكهرباء المتاخره، واخطا كمان في نزول بيرسيتاو، واخطا كمان طلعت اخطر واحد حسين الشحات. اول لما طلع قلت لجوز اختي وقلت لصاحبي قاعدين، انا قاعد في النص واحد على يمين واحد على شمالي، قلت له كده الاهلي الخطوره اتعدمت خالص، انعدمت خالص. طلعت حسين الشحات اللي عامل هو مكمن الخطوره كلها، بتطلع حسين الشحات عادي عشان بيتريقوا على المدربين المصريين ويقول لك المدرب المصري مشكلته انه حافظ مش فاهم، انه بيحب لعيب فما بيطلعوش فبيلعبوا كتير. يا جماعه ازاي اطلع حسين الشحات هو احسن واحد، وانزل طاهر ما عملش حاجه، انزل بيرسي تاو ما عملش حاجه، انزل كهربا في اخر 5 دقايق هيعمل ايه الراجل؟ انزل من بدايه التشكيل بثلاثه ديفندرات، مفيش قفشه خالص الا الشوط الثاني بقى في اخر نص ساعه كده ولا اخر ثلث ساعه نشوف. لكن مفيش. انزل نازل لي محمد مجدي قفشه صانع لعب. صانع لعب ازاي يعني؟ كل اللعيبه من الدفاع لحارس المرمى والدفاع وخط النص والاجنحه والمهاجمين زي الفل. ديانج ما تذبحوش ديانج عادي يعني. الراجل ما كانش كان الاوت داي بتاعه، الاوف داي بتاعه. يعني ايه المشكله ان ديانج يبقى الاوف داي بتاعه؟ ما شايلكم مواسم ديانج ده، شايلكم مواسم. ايه المشكله يعني؟ لكن تقول لي مش عارف ايه اصل متولي ملوش دعوه ديانج مرجع. انتوا لعبتوا كوره؟ انتوا لعبتوا كوره يا جماعه عشان تقولوا كلمه زي دي؟ انا بقى لعبت كوره، لعبت في انديه ولعبت في ملعب 11. كرة جايه لي كده وظهري للخصم اللي بيهاجمني على جوني كده، هعمل ايه انا؟ المفروض بريحها لاقرب لعيب هو اللي مش مركز. انتوا هتالفوا كوره يا جماعه ولا انتوا لعبتوا كوره بلاستيك ولا ايه؟ بس يعني لا طبعا والله العظيم برافو برافو، مبروك لعيبه الاهلي، الف الف مبروك. لعيبه رجاله، لعيبه رجاله. نقطه من اول السطر، نعمل استشفاء ونحضر لمباراه المركز الثالث والرابع. تلعب فلامينجو البرازيلي. الزملكاويه يروحوا ايه ينقوا ياكلوا قته وخيار. ليه بقى؟ لانك انت هيتريق ولا هيحفل. لا يا حبيبي، انا مغلوب من ريال مدريد، بلاعب ريال مدريد وبعد كده لاعب البرازيل فلامينجو البرازيلي اللي انت اخرك بتتلاعب فاركو وبتتغلب منه، بتلعب غزل المحله وبتتغلب منه. فما تعيبش يا بتاع فاركو بتاع غزل المحله.
لكن لعيبه الاهلي رجاله ادوا اداء. الباص النهارده بتاع الاهلي كان ولا اجمل ولا اروع، حدث ولا حرج. نسبه الميس باص بتاعت الاهلي كانت قليله جدا، اللعيبه كانت مضايقه المساحات، اللعيبه كانت لاقيه بعض، ولكن كولر هو اللي وصل المباراه كده، عشان من بدايه التشكيل انه منزل محمد مجدي قفشه وهو مش على قدر المسؤوليه في المباراه، لكن كان المفروض نزل بثلاثه ديفندرات كانوا يقفلوا خط النص خالص على السرعات وعلى اللعيبه، ولما تيجي تغير تطلع بقى واحد من دول، وكنت تنزل بتاع ده كهربا، يعني تنزل حد كده تاني في خط النص يزيد، لكن مش كده. لا طبعا. فمبروك، شابوه جدا 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 لعيبه الاهلي على الاداء. واتفرجوا على وسائل الاعلام العالميه كلها هتتكلم وتقول على اداء الاهلي ازاي. نتيجه لا تعبر عن سر اللعب، نتيجه لا تعبر عن سر اللعب. في الشده انا برضو ظهره وانا ليه درع الامان. الف الف مبروك للنادي الاهلي على الاداء، والف الف مبروك مقدما على الميداليه اللي بتاعت المركز الثالث اللي مش هنتنازل عنها مع فلامينجو البرازيلي. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.